الشعب الموريتاني مفحولة. ايش واكر؟ يا حمد اعرف انك ما تمسك نفسك. لين زين وني بيك، ايوه وني بيك وانت ونون بي. زين الحياة معركة، زين بنشوف الحياة معركة، الحياة مباراة مع موريتانيا. زين الاخوان لا توقفون التشير البث، حتى لو شاركتم البث شاركوا مرة ثانية. فراسك ابو علي الموريتاني يقولوا المشي، يقولوا عنه الغط. خلوا الجزائريين اليوم يهربوا بحال الغط. استغفر الله العظيم. السلام عليكم. الحياة معركة. يحرق بيهم الكراغ لو حياة معركة. لا احمد حماد، حياة معركة. اللي ما يتكلم بحضره، ترى تدرون ايش السالفة؟ اللي ما يتكلم بحضره، حضر. شوف يوم يطلعون ذو لا حول ولا قوة الا بالله. الحياة معركة، شنبتك مع الهزيمة. ايه مع المعركة وحياة. استغفر الله العظيم. يجوا الجماعة يا اخوان، ما ادري ليش البث نزل، بس تدرين بجيب لكم شيء. لحظة لازم اسوي جولة مع حد من اخواننا في الجزائر. بس تكبيس يا اخوان، تكبيس رحم الله والدينكم. تكبيس. لازم اشوف ان حد من اخواننا في الجزائر بسوي وياها. ايوه بنشوف الحين. تكبيس. نطلع لنا بطروازير وموريتانيا الالجيري وصوالح وقعنا هاربين منها. يا جاسم يهديك ربي خويا. ترجمة يا اخوان، ترجمة. وش يقول؟ يسبني؟ لا ما احنا ما ننسب، احنا محترمين، احنا ما نغلط على واحد. وش قال بالفرنسي قبل شوي؟ شو تقال بالفرنسي؟ تعلم فرنسي عادي. بدك تتعلم عربي، تتعلم انجليزي، ما بتحكي فرنسي احكي فرنسي عادي. لا هو قال شيء بالفرنسي اول شيء. قال شيء يعني ليه مش تتعلم مثل اللغات عشان تفهم عشان الناس تتعلم بالفرنسي. وش تسوي بالفرنسي؟ ايش تسوي؟ هاي تكلم معك الزلمه بالفرنسي ما فهمت عليه. ايوه عشان شيء تعلم فرنسي. اي والله عشان يعني يا جاسم عندك يا جاسم الناس تتعلم انجليزي اوكي، بس فرنسي ليش؟ ايه هذا مشكلتك مو مشكلته. يعني هو بده يحكي فرنسي يحكي على مزاجه يعني، والمفروض انه يحكي معك عربي. ديروا له دوره خوتي. هلا هذا مليح. تهلاو فيه. انا راني مزير كاش كيفه. يا جاسم تفضل. شو مساوي انت؟ طالع معنا عم بتقول انه احنا سبينك واحنا عاملين شيء وعاملين اشياء وما بدري لا شو. ما قلت انا طلب. هو عادي، هو بده يطلع ترند. يقول هذا الشيء يا عبده، هو بده يطلع الترند على ظهر الجزائر. ما فينا باقي الاشكال والله. بيطلعوا ترندات. شوف بدهم ينطلعوا على تيك توك على الجزائر، بيغلطوا على الجزائر، بيطلعوا المشاهدات في الجزائر، التكبيس في الجزائر، كل شيء في الجزائر والله. يا الالجيري هود الجزائر. لا اساسا هود والله اقول لك حاجه في التيك توك، والله في التيك توك اقسم بالله اتكلم معك. اسمع شو عبده، والله اتكلم معك بجد، اقسم بالله كلكم بتحبوا والله العظيم بتحبوا تطلعوا ترند على ظهر الجزائر من حيث المتابعات، من حيث المشاهدات، من حيث التيك توك، من حيث كل شيء. والله عندكم عقده من الجزائر، عقده من الجزائر. اقسم بالله. ليش مسوي انت صوره الجزائر؟ عشان تجيب شويه مشاهدات، عشان شويه تكبيسات، بدك ورود، بدك هدايا من اماراتي الله العظيم. مواطن من مقيوين يطلع. شكون امارات؟ انتم امارات عاملين تطبيع مع اسرائيل، انتم كلاب اسرائيل. الجني الجزائري. يلا انتم كلاب اسرائيل، انتم ما بتسووا شيء، انتم هيك. الجزائري اللي داخل. اطلع ترند على ظهر الجزائر. اطلع ترند الله. خليك شوفك محتوى. ليش ما تشوف محتوى ثاني؟ تعلم فرنسي بعد. لا اتكلم معك. ليش ما تشوف محتوى ثاني؟ كيف كل شيء اي شيء عنده علاقه بالجزائر بتستغلوا الجزائر وعلم الجزائر عشان تجلبوا مشاهدات وتجلبوا دعم. ليش؟ تكلم مجال. اوكي عندك مجال. تمام. يلا. اول شيء الجزائر للتسليه مو للترند. للتسليه. مسؤولين الجزائر للتسلية. الله العظيم. لانه شوف انت أنا لو كنت اقسم بالله لو كنت رجل والله العظيم ما تتكلم من صوره، بين وجهك مثل انا مبين،
واحكي معي راجل لراجل، ما تخبى زي المرأة. يبينون وجوههم في التيك توك هنا والله البنات. التيك توك لا انت زي البنات، يبينون اقسم بالله اقسم إذا بالله ودك لو تلبس جات فيك بينهم. ذرة رجل والله أول العظيم شيء الناس قسما ما تحب بالله الثانيين كنت بنات تتخبى السعودية. من الصورة وبتطلع على ظهر المغرب والجزائر عشان تجلب مشاهدات. اوكي وش اسوي تطلع ترند بالمشاهدات؟ على الجزائر. وش شوف لك اسوي محتوى بالمشاهدات؟ ثاني، شوف لك محتوى ثاني. ليش ما الحين تشوف صار محتوى ثاني؟ بس لانه بسوي ما قادر تعطي محتوى انت، بسوي ما تقدر تعطي محتوى. شوف والله الحين ما تقدر شوف اقسم الحين بالله. في عرق والله جزائري. شوف الحين والله في عرق العظيم انا جزائري ما يعطيك عرقي مجال جزائري تتكلم. ودمي جزائري وبتشرف اني اكون جزائري. في عرق جزائري ما يعطيك مجال عندك مشكل؟ تتكلم. عندك شوف ما مشكلة؟ يعطيك مجال تتكلم. لا ما عندي مشكلة. لا عندك مشكلة يعني ليش ما تسوي امور ثانية؟ تعلم ليش مسوي صورة الجزائر؟ فهمني برك. من متى حصلت ليش؟ مواطن اماراتي يسترزق في البثوث؟ مواطن اماراتي. من متى والله تحصل العظيم مواطن والله اماراتي ما يسترزق في اقسم البثوث؟ بالله عمرك انت ما تشرف المواطنين الاماراتيين، لان المواطن ولا انت الاماراتي اكبر منك. ولا انت اقسم بالله ولا انت والله ما شكيتش انك اماراتي، اقسم اول بالله شيء من يوم قلت المستحيل فرنسي، بتكون يوم اماراتي قلت انت. لازم تتعلم فرنسي اقسم عرفت ان بالله فيك عرق فرنسي. والله ما تقدر تتعلم، اقسم بالله ما وانا اتعلم ايش بجد اسوي محترم. بالفرنسي. انا ما والله لو اتشرف غلط ببلاد. عليك والله انا ما بزعلك اتشرف بجد، اقسم ببلاد. بالله ما اتشرف والله ببلاد. بزعلك. طلعت جني المقرف يا اخوان. طلعت اعرف انه جزائري يا اخوان. وش بلاك؟ ترى جزائري يعرف انه جزائري. يا اخي انت تعلمون جاسم انه هو اعرف انه جزائري. لا ما عندي سالفه لازم قال لازم تتعلم. اول شيء يوم قال لازم تتعلم فرنسي اعرف انه في عرق يحن لامه، ترى يحن لوالدته. انتم ما تفهمون السالفه. انا فيني انزله من اول شيء بس لا زعلانين الجماعه. انا لازم اطلع الجني اللي داخلهم اخوان. ما تفهمون جاسم حين بس لا انت عليكم التكبيس يطرد ابليس يا اخوان. بتعلم فرنسي بعد. اقول له بعد تدري ترى انا اعرف كلمات بالفرنسي بس استغفر الله. شو بدك يا زلمي؟ اهم شيء شو بدك يا زلمي؟ بدي حرر القدس. حرر نفسك اول شيء بعد. فهمني كيف ثلاث بعدين تفهمين كيف ثلاث. انزين استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. قال لازم تتعلم فرنسي. اسمعوا يا اخوان اللي مو متعلم فرنسي يروح يتعلم فرنسي عشان يناقش حد من الجزائر. زين استغفر الله العظيم. تحيا الجزائر تحيا. انا شخصيا اتمنى ان الجزائر تحيا، ترى اتمنى انها تحيا الجزائر. اتمنى ان الجزائر تحيا. وانا شخصيا حمد طالب قسط بس ما يمشي. ما ادري ليش يقول ما ادري وش السالفه. حمد ما ادري يقول حمد ما ادري السالفه. يوم حمد شيل القسط واطلب مره ثانيه. انت معلق فوق طلبات الضيوف الصعب. تأشير البث يا اخوان، تأشير لان في صياح وفي بكاء وفي اشياء تحصل في القاره البيضاء في شمال. هلا برك خوتي. اذا تتكلم فرنسي تفضل، اذا ما تتكلم فرنسي انزل تحت رحم الله والدينك. روح اتعلم فرنسي. والله انا ابوي قاطع سري في السلام عليكم. روح اتعلم شيخي فرنسي. حبيبي ما تتعلم فرنسي شيخي حبيبي توحشتك. رحم الله والديك. اهلا حمد. يا اخي حمد تتكلم باللهجه المغربيه ودك تقهرهم الحين. لا لحظه طيب دقيقه. وبلاتي صاحبي مالك بلاتي نهضر مالك. وش بلاتي؟ احمد كرغولي كبير. وغير واحد برك نسقسك دقيقه. انا بس احب اقول للمشاهدين 370 يعني في البث انه شوفوا كيف الكبرنات يعلموا اللهجات. ولك السوري ولك الزلمه بدا يهضر على هذا الموضوع. شوفك يا زلمه. اسمع هذول الكراغله اللي يروحون القدس ويعملوا مظاهرات ويحطون علم الجزائر يقول لك هذول فلسطين. بدنا نحرر القدس. يبيعوا القضيه يا زلمه باع القضيه. تذكر الفيديو مال بدنا نحرر القدس. تذكر الفيديو مال بدنا نحرر القدس. بدنا نحرر القدس. الزلمه اسمع لو ما يتكلم باللهجه الفلسطينيه يخصمون الكبرانات من راتبه ما يخلصوا مزيان. ويلي نرجع نقول واخيرة الموريتانيين وني بيهم واخيرة الموريتانيين بعد. هو
شنقاي 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 خير الدوري مسكين الاماراتي. ترى اسمع، ترى احمد لا الشحن تجيب ترى المصطلح ما هذا نزل من... إلا. اسمع ترى ما نزل من الجوله، ترى جاب خصم من الراتب مسكين. قال ليش بينت انك جزائري؟ لا ليش طلع الجني الجزائري اللي داخل؟ اي والله بدي بركن سكسك. لا الاول قال الاول بدنا نحرر القدس. لا 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 بدنا نحرر القدس، بدنا نحرر القدس. بدك تحرر نفسك بالاول. بدنا نحرر القدس، بدنا نحرر القدس. بدك تحرر نفسك بالاول. استغفر الله العظيم. حلوه. استغفر الله العظيم. يعني شو بدك يا زلمه؟ لازم تتعلم فرنسي يا زلمه. ابوي جويق انت ما ابوي لو العربي كان مشيناه. انت شفت الباتمان والسوبرمان وسبايدر مال الجزائر؟ والله شفت الحين بس طزمان سؤال، مال ممكن الجزائر. سؤال جغرافي، سؤال جغرافي لو تكرمتوا يا اخوان، سؤال جغرافي موجه لكم انتم لكم يا اخوان. اذا كان المغرب من الغرب وموريتانيا من الجنوب والبحر بيسوون مياه تحليه، وين يروحون طيب؟ اي صحيح. تعرف شو بيسوون؟ بيحفرون تحت الارض بير. لا خطة الانفاق، خطة في ايران. خطة الانفاق الثلاثية الابعاد. خطة الانفاق يا شوف كلهم يتفقون ياكلون حمص وعدس في نفس الوقت وفاصوليا. اروى هذه الروايه عني انا، اروى هذه الروايه عني انا عن حمد. ثم ماذا؟ ثم قال، ثم ماذا قال؟ موريتانيا. استغفر الله ربي العظيم. اخوان تشير البث 400 موجودين، الكل يشير البث يا اخوان. يقول لك اليوم الاحتفالات في موريتانيا الوجبات السريعه مع كل وجبه كرغولي مجانا. شوف يا اخوان، لا حمد رحم الله والديك، لا تغلط على اخواننا في الجزائر رحم الله والدينك. لا تزعلني منك. بمناسبه الفوز، بمناسبه الفوز. لا شوف ما في مناسبه ولا اسمع لا حمد لا تزعلني لو بعيدا، لا ابو علي، بعيدا عن الاستهزاء، الصراحه جماهير الجزائر يوم كنت انا معهم سمعت يقولون يا شباب اللي يبغى شيء يرسل للبلاد ترى اللاعبين ماشيين بدري. ايوه بس صدق يا هو المنتخب الجزائري اليوم صح؟ اقول لك المنتخب هذا اي الجزائري دكتور نافخ لهم. المنتخب هذا شنقريحه نافخ لهم واحد ورا واحد، ابره سونار عنده. عمليات تجميل عسكريه جميله. نحب نهني الشعب الكرغولي على الخساره، نقول لهم الف مبروك الخساره. لا تزعلني يا حمد يا اخي، حرام شي. تعرف الحين هم في حاله نفسيه، فاحنا لازم نودهم شويه، فهمت علي؟ نجيب لهم طبق طاقوس وشغلات هذه. لا بس صدق روح حود اختك وامك يا ولد القحبه، بس يا ولد القحاب. بس ما في كرغولي محترم نهائيا. بس خسران وتسب بعد. خسران وتسب. قولها للعاب اللي عندكم. خسران وتسب بعد. انا استحي اني اكون خسران واسب. لو موريتانيا يسبني الحين اخذها بكل صدر الرحب او رحب الصدر، ما ادري وش يقولون اول، بس المهم اخذها. بس لا تسب، خسران وتسب 3-0 وتسب، اعوذ بالله. البس ينزل. شوف يا اخي شكل الموضوع جدي. لحظه السلام مدمر. لحظه الموضوع جدي يا اخوان، لحظه. عليكم السلام.
ايش فيكم؟ ترى انجاز اليوم، انجاز اليوم ابو علي، ترى اليوم انجاز كبير يضم لحظة الانجازات، هذا وبكره المدمر لا بيشهد يدمرنا بعد. التاريخ. لحظة لازم نعرف المدمر ذا من وين، لا يدمرنا بعد. بالسعودية بشرك ما عليك. اتاكد من اللهجه، سوي له فحص يا حمد. لا سوي له بالسعودية فحص، بالحلال بالسعودية. سوي له ما عليه فحص. حياك، انا مدمر من وين يا السعوديه؟ اخي اضحك على الجزائريين ولا بث فاتحين الى الان ولا بث. اختفوا انفاق. لا قضية فلسطينية لا. ولا قضية مدري لا ايش لحظه ولا. لحظه، انا اقول لكم يا اخوان، اعطوني بس الكلمه دقيقه لو تكرمتوا عشان اشرح للموجودين. اسمح لنا. الان مشغولين الان في التيك توك وفي هذا، ما طلعوا كلهم ولا واحد فاتح بث، مشغولين يزورون في جوجل الحين، يقولون اول انجاز في كاس في افريقيا عام 2024 خروج الجزائر، بيسوونه انجاز من ضمن الانجازات. لا مو بكذا يا حمد، مو بكذا يا حمد. اللي بيسوون اول شعب ظلم في التاريخ، اول شعب جرب ضد السحر والكولسه هو شعب الجزائر، وحنا نفتخر ان استشهدنا في الدور الاول. بس ذا. لا ابو علي، تدري الان صدق كلام المدمر السعودي ما فتحوا بث الى الان، ليش؟ ينتظرون فتحوا الاعاده بث. بعد اسمع، ينتظرون الاعاده بعد 1 في الليل يحسبون بيفزون. لا مو بكذا يا حمد، هن بينامون وبيصحون يتحرون حلم. جاسم يقول لك عندنا اسمع. فرصه، يقول لك عندنا فرصه للتأهل. اسمع الجديد الحين ها. اسمع الجديد يا جاسم. وش الجديد؟ اسمع الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرت الأخبار اليوم مطالبة من الشعب الجزائري للحكومة الجزائرية بالتدخل السريع من باتمان وسبايدر وسوبرمان في منتخب لاعبي الجديد لخسارتهم في أندية العالم هذه العام، وشكرا. استغفر الله العظيم. تدري الان في خبر رياضي عاجل جدا في وهران، تدري وشو؟ سبب خروجنا وجود حكمه مغربيه في البطوله. ايه مع انه ما كانت حكمه في المباراه. يا جاسم ما يقولون على موريتانيا بالطاء. لا المصيبه مو بشي، تدري إيه. قبل شويه يا مدمر، يا ريتها بالتاء. قبل شوي وش صار؟ يا ريت لو موريتانيا بالتاء ورئيسهم بالطاء. المهم استغفر الله. لا شو اسمه، تدري قبل شوي وين المحاربين؟ وين المليون شهيد؟ وين الجماجم؟ والقوه الضاربه؟ وين ما ادري. وين اللي كانوا ياخذون مكه ياخذونها للجزائر؟ وين اللي كانوا وين اللي يتكلمون على جبل احد ومشاريع جبل احد؟ وين الشباب؟ ما في احد، كلهم نايمين. نايمين على بطونهم ذا الحين. يقول لك بمناسبه هزيمتهم اليوم مسوين عرض على العمره في انا علي الحرام والنعمه، انا لو بلادي فيها تشيكا كنت انتحرت من زمان، معلق بشنق عمري بالمروحه بعد. والله صدق يا الشحي، تخيل لو فجأة حصلت عمرك انك صرت جزائري. اعوذ يا بالله. رجل. اعوذ بالله. والله يا رجل اذا كان شوف، في انا بخبرك شغله جاسم، اذا كان عندهم شيء فيها حق من الحقوق الوطنيه وحق من حقوق الشعوب، من حق من ابداء الرايه وحق من المطالبات الحقوقيه للانسان عندهم، اقسم بالله اني انا برضى. ولكن لما انا اصير في مستنقع من الشعوب، ادخل في واحد من المستنقع واتخيل نفسي اني انا اوهم نفسي اني انا منهم فيهم، اوكي هذا جميل. ولكن هل بالمردود المقابل اني انا هل باخذ حقوقي كمواطن في هذه الدوله في اكمل وجه ولا لا؟ اذا اكسجين يا رجل، اكسجين. الشحي وعليكم السلام. احترم الشحي، رحم الله والديكم. الكل يحترم المايكات لو سمحت يا اخوان، الكل يحترم المايكات لو سمحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا مررت صدفة بالبث فوجدت تطاول على بلدي، هل ممكن أن أعرف السبب؟ أعوذ بالله. اسكت يا حمد. إجابة محترمة كما كان السؤال محترم. عليكم السلام. يشرفنا مرورك على البث وسماعك للتطاول الذي يتخيله عقلك. يتخيله عقلي؟ تم التطاول على الرئيس وعلى الشعب ولا معيشة الشعب. أحمد أنت ما تفهم عربي، اسكت يا أحمد.
لماذا وعلى كل الشعب. طبعا تمام. أتكلم العربية أحسن أريد منك، أريد وأتكلم الوجابة عندي. الإنجليزية إذا أردت، وأتكلم الفرنسية إذا أردت، لا، كل شيء وأتكلم إلا فرنسي. الإيطالية فرنسي لا، إذا فرنسي لا، أردت. فرنسي لا، وي ما فرنسي لا. وي المشكل يس. في هذا؟ فرنسي لا، فرنسي لا، فرنسي لا، اسمع فرنسي. اسمع خليني اجاوبك اسمع الحين، خليني اجاوبك الحين. اعطيني اسمع. مجال مثل ما اعطيتك مجال، اعطيتك مجال ما تسالين، خليني أعطتني اجاوب. مجال لأي شيء. انت سالتي سؤالك وخلصتي، بجاوبك ليش تطاول. أعطني الإجابة. تمام. اول شيء اريد ان اجيب ب اجيب صح، اجيب بنفس الاسلوب الذي تم طرح السؤال به ولا فيه ما ادري صراحه. هو اذا فيه هو اناء ولا به. لغتك العربية ليست جيدة. بعدك ابو علي، ليست تسمع جيدة. بعدك. حين فيلم الرسالة تو مخلصين التصوير من فيلم الرسالة. إنها اللغة العربية الفصحى، لغة هل تعلمين القرآن. لماذا يتم لغة التطاول على القرآن دولة يا الجزائر هذا. التي لم ابو علي يتم لها اسمح لي، الوجود لا الأساسي؟ الجزائرية تتقن اللغة العربية أحسن منك. أجاوب اللغة العربية. اسكت يا أخوان. الجزائرية تتقن اللغة هل تعلمين لماذا يتم التطاول على الجزائر أو إيالة الجزائر الذي تم إنشاؤها بعد تاريخ 1962؟ تدرين لماذا؟ هل تعلمين؟ أدري أنك لا تعلمين، لأنك مبرمجة جزائرية كباقي الشعب الجزائري. لن يتطاول أحد من الإخوة الموجودين في القسط على بلدك الجزائر، وإنما هذا موجود في مخك فقط، أو بصلتك السيسائية التي تودد بجانب المخ 360 درجة في الشمال. هذا من الجانب الأول. من الجانب الثاني، أولا أعتذر وتأسف. راحت اللغة العربية يا اخوان، بقلب امارات. تكفى طالب، تكفى. اسألها بس تقول موريتانيا. اسمح لي مدمر. تقول موريتانيا بس اسمح لي ابو علي، موريتانيا. بعد اذنك الاخت ساره افتح لها المايك. تكفى يا مدمر. هي تفتح المايك من عندها، هي مو عندنا. اخت ساره افتحي المايك. هل تريدين ان اتحدث معك باللغه العربيه الفصحى؟ ارجو الاجابه بنعم او لا. غلبانه عليك اللهجه السعوديه صراحه. لحظه بالله، تكفى ابو علي، لا احد يقاطعني. اخت ساره هل تسمعينني؟ ترى تقدم بلاغات وهي في القس. لحظة والله العظيم. اسوي لها كتم. لحظة يا اخوان، بسوي تحدي امام سارة قسم برب الكعبة، واذا تم اعراب الجملة اللي بعطيه اياها، مو باعراب، لو تفسير، بطرش لها $500 على المباشر، او بتبرع لحد. افتحي المايك يا سارة، افتحي المايك يا سارة. كثرت 500 تعترف بالصعب. هل تظن والله العظيم يا أخي من قال أنني بحاجة إلى نقودك؟ من قال؟ أنا قلت في آخر شيء، شوف عشان الجزائرية سمعت ويل للمصلين وما سمعت الذين عن صلاتهم ساهون. سمعت أن تبرع لا تطرش لي لا لي ولا غيري. شو دخل الفلوس في الوسط؟ تكفى بس أنا سؤال. شو دخل الفلوس؟ ليش تدخلوا الفلوس في الوسط؟ تمام يا اخي، هاي شوف، يوم يكون في قمار على شيء، استغفر الله اعوذ بالله من القمار، او تحدي، لازم الانسان يحط شيء رمزي. قمار خليناه ليكم. شوف سمعة القمار بس، هاي المصيبه. يسمعون يسمعون ويل للمصلين يوقفون، ما يعرفون الذين هم عن صلاتهم ساهون. الحين قلت له سمعت سمعت قمار وما سمعت تحدي. شوف العقل الجزائري شيء في الحوار. زين افتح المايك لو سمحت، دامك انت بارعه في اللغه العربيه، تفضل بعطيك جملة، وإذا شرحت الجملة اسمع أنت ما توقف المايك وترجعه زي ما تريد. أنا أريد أن أعرف لماذا تتطاول على بلد. نتكلم دون مسخرة. لماذا تتطاول على بلد؟ لا نتكلم دون مسخرة. السموح صار. لماذا تتطاول على بلد؟ تمام نعتذر. أجب لماذا؟ ما هي أسبابك؟ تمام. أول شيء ما بتطاول على بلادك. الحين الموضوع خليني أكمل كلامي. اسمع بكمل والله العظيم. بجاوبك بلدي اسمع. وتقولوا الجماجم والشهداء. بكتم لك المايك الحين، اسمعي، اخذوا عطل. لماذا تذكرون الشهداء والجماجم؟ الحين ما بتوقف. طلع الجني الجزائري من داخله. اول شيء يا الاخت الكريمه، ما حد يتطاول على الجماجم ولا على الشهداء. الجماجم هذا الشيء يتطاولون عليه. الحين تطاولت يتم جمجمه. اسكت يا اول شيء اللي تطاول على الجماجم فرنسا، مو جاسم، مو المدمر، مو حمد، مو الشحي. اما الشهداء فرنسا عدو. خلينا نتكلم رحم الله والدينك. بجاوبك مثل ما اعطيتك مجال تسالين، بعطيك عندي حق في الجواب، وبعدها لك الحق في التعقيب. اعطني فرنسا اذا عدو ولا مو بعدو، واعرف ان فرنسا لو كانت عدو ما كان يعيش 5 مليون جزائري في فرنسا. اول شيء الشهداء رب العالمين يدري منو الشهيد ومنو الشهيد عند رب العالمين.
منو الغير شهيد. هذا اول شيء. رب العالمين هو وحده اللي يدري، مو برئيس الجزائر، مو الشعب الجزائري، مو اي حد. ولا احتلونا رجعنا احتليناهم. هاي هاي الخطه باء، هاي الخطه باء اللي يضحكون عليكم المسؤولين عشان يقول لكم محتلهم ويدفعون لك راتب. نقول لك شيء واحد. خليني اكمل جوابي وقولي لي الشيء واحد واثنين وثلاث. اول شيء. ثاني شيء ما عندي وقت. اسمع. ثاني شيء يا جزائريه، احترمي البث لو سمحت. قلت لك نقول لك شيء واحد وانزل وكمل. بعدين لحظه يا اخت. شوف نقول لك، رحم الله الانسان اللي يطاول على أو 3 ملايين شهداء. تمام، ملايين. هاي كذبة جمال عبد الناصر اللي كذب عليكم 1.5 ملايين، واحد يقول 1.5 مليون والثاني 3. اللي استشهد الله يرحمه مش مليون، 10 ملايين. لو كانوا 10 مليون يا اخي، لو 10 لو 20 وش يخصنا؟ افتخر بالاحياء. وش سويتوا للاحياء؟ من عندي 50 مليون، من عندي 50 مليون. دمرت اسكت له. علاش نتطاول عليهم؟ لماذا نتطاول عليهم؟ هم ماتوا وهم عند الله، هم عند ربهم. لماذا نتطاول عليهم؟ فرنسا اللي بتتطاول، فرنسا اللي تتطاول. دامكم محتلين فرنسا ليش ما حررتوا الجماجم؟ أنا سمعتك أنت. دامكم مستعمرين فرنسا ليش ما حررتوا الجماجم؟ أنا سمعتك أنت جبت سيرتهم. أنا قلت رحم الله. أول شيء مو بنا، حمد اللي جاب سيرة الجماجم. خلاص حمد. أنا بعيد مرة ثانية. اسمه حمد جاب سيرتهم. لا أنا لم أتطاول. حمد جاب سيرتهم. امسك الغلة. تمام. بس تضحكوا والله العظيم صدق. الحين اذا ما اسميها جمجمه وش اسميها؟ راك تضحك على شخص. اذا ما اسميها جمجمه وش اسميها؟ عطني مصطلح غير جمجمه. هذه رجوله. عطني مصطلح غير جمجمه. شهداء. كيف شهداء في متحف يهودي؟ هي شهداء في متحف شهداء عند ربهم. انت علاش تجبدهم؟ وكيف عرفتي ان رب العالمين قبلهم شهداء ومو خونه عملاء لفرنسا؟ خونه اللي حارب فرنسا خائن. اللي حارب فرنسا خائن. هل كنت موجودة؟ اسمع، نقول لك نجاوبك. هل كنت موجودة؟ أجيبك. هل كنت موجودة؟ أجيبك. هل كنت موجودة؟ كان موجودة جدتي وجدي وجاري، وفي كل حي جزائري شهيد يسمى كيف تم إنجابك إذا جدك وجدتك موجودة؟ نعم، وما زال عندي حتى العلم. بس ليش أخذوا بس ليش أخذوا الجماجم لفرنسا؟ حتى العلم الذي الفرنسي فيه دماء جدي الأكبر. تمام. جدك الله يرحمه. أول شيء اللي مات الله يرحمه. أنتم أول شيء يا أخت اللي مات الله يرحمه. بس منو أنت اللي تقررين منو الشهيد والغير شهيد؟ منو أنت؟ منو أنت اللي تقررين منو الشهيد والغير شهيد؟ أبو علي تكفى طالب حمد. لا لحظة. منو أنت بكل احترام؟ لا ما جاوبك. لحظة، بعد ما جاوبت على أسئلتي كلياتها. حمد أنا محتاجك بشيء ثاني. منو أنت اللي تقرر منو الشهيد ومنو الغير شهيد؟ يعني بالعقل يا اخوان. ضحك عليكم جمال عبد الناصر قال 1.5 مليون. الشهيد هو من يضحي بدمه. الشهيد بلده. شوف، لا حد يدري منو الشهيد والغير شهيد. جاسم تعطيني ثواني بس، ثواني في نقطة في الدين. يا فرنسا اليوم دشت في نقطة فرنسا يوم دشت للجزائر دشت ب 8000 جندي وطلعت 1,200,000 أو 34 جندي. معناته خونة وحركيين. عبد القادر الجمال عبد القادر اللي باع الجزائر مسوت له تمثال فرنسا 3 تماثيل في نيس وفي باريس وفي مرسيليا. يا اخي 100 سنة. اوكي جاسم ثواني بس. سارة فرنسا 130. تفضل الشحي. سارة اسمعي، سارة انت مسلمة وانا مسلم. الله سبحانه وتعالى، شوفي الله سبحانه وتعالى، دقيقة. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتى بزمرة من الشهداء فيسألهم الله سبحانه وتعالى: هل استشهدت لله خالصا مخلصا؟ فيقول: نعم يا الله. فيقول: كذبت، ألقوه في نار جهنم. نقطة. أي واحد، أي إنسان في هذه الدنيا لا يعلم بنوايا الشخص من هذا الموت. هل هو استشهاد أم هو دفاع عن النفس أو إلى آخره. كل مقتضاه عند الله سبحانه وتعالى فقط. فلا يمكن أنت تقولي أن هذا شهداء، ولا أنا أقدر أقول أن هذا شهداء، ولا أي شخص يقول أن هذا شهداء إلا من عند الله سبحانه وتعالى فقط.
هل تعلم ما الفرق بيني وبينك؟ الفرق بيني وبينك أني لا أتكلم من فراغ. أنا جدي حتى آخر يوم في مماته. يعني الحين عطاك الإنسان دليل ديني تتهمين أنه يتكلم من فراغ، وعشان جدك مات، وعشان جدك مات. أول شيء لا تمررين خليني نكمل. الإنسان أول شيء خليني أكمل. أول شيء خليني نكمل جملتي. أنا أبو علي تطاولت علي نهضر أحداث حقيقية وليس من فراغ. لا، أنت قلت إن كلامه من فراغ، والإنسان استشهد بشيء في دينك الحبيب وديننا جميعا، تقولين الإنسان يتكلم. أنا أكلمك عن قصص حقيقية حكاها لي جدي حتى أنا لو شخصيا. حقيقية يعني تصدقين جدك وما تصدقين رب العالمين؟ كيف ما صدق رب العالمين؟ أنت تقول النية، يعني أنا أعلم نية جدي. في حد يعلم نية قلبه؟ استغفر. هذه جزائرية 100% يا اخوان. هذه يا أخي هل تسمع ما أتكلم؟ حتى العربية لا تفهمها. سارة سأتحدث معك باللغة العربية الفصحى. اسمح لي أبو علي بس تكفى. عندي لك سؤال. عندما ما كنت تسألنيش قبل ما نجاوب. خليني طيب أنا سأرجع إليك ما بسؤال تسألنيش قبل ما آخر. نكمل كلامي. أعطيتونيش فرصة نتكلم. رب العالمين. أريد فرصة دقيقة أتكلم فيها بدون مقاطعة. حمد خلها تتكلم بس. أول شيء رحم الله والديك. كيف أنا لم أقل ولا جملة مفيدة؟ بعطيك مجال بس. شوف، خذي مجالك وتكلمي. أريد دقيقة كاملة يا أخي تتكلمين فمي الحين بس. خذي مجالك وتكلمي مثل ما تبغين بس. رحم الله والديك لا تمرين مغالطة على رب العالمين. وثاني شيء سبحان الله. انتظري ثواني بس يا أخي انتظري، وبعطيك مجال لين الصبح. ثاني شيء إذا لو حد صغير من عيال أخوك أو من عائلتك أو شيء بحياتك ما تخبرين حد تقولين إني أعلم نية شخص ثاني. يلا تفضلي الحين. لا أريد أي مقاطعة. كما تم كتمان صوتي أرجو كتمان أصوات الآخرين. فيما يخص بالنية، تقول أنك لا تعلم النية. أنا قلت لك أنني تربيت منذ صغري في بيت جدي وجدتي. جدي وجدتي مجاهدان، ولكن جدي يعني أب الجد تاعي شهيد، مات شهيد، ولكن جدي مجاهد. ولد سنة 1918 وجدتي 1921. كان يوميا يحكي لنا مغامراتهم في الجبل وكيفاش 1821 صح؟ لم يكونوا يمتلكون أي شيء. بس اسمحي لي أول شيء 1821 صح؟ سموع المقاطعة. 1921 كيف 1800؟ سموح بس أنا كان ودي أتأكد من 1918 1921 جدتي. تفضل. هل الفقر المدقع لا يملكون أي شيء، حتى رغيف خبزهم لا يملكونه. وانقسموا إلى قسمين. هناك من انضموا إلى فرنسا مقابلة، كانت تستخدم فرنسا أسلوب الترغيب، فكانوا يعطونهم الأكل وحتى ينضموا إليهم. وكانت هناك مجموعة كبيرة لا حد يقاطع يا إخوان من الشرفاء الذين برغم الجوع والمرض وقلة الحيلة إلا أنهم رفضوا أن ينضموا إلى فرنسا، فاتجهوا إلى الجبال. هذه مجموعة المجاهدين. ويا أخي خلال 100 سنة ما مات مليون شهيد، ماتوا ملايين الناس. تصور أنه اليوم كم تقريبا في ظل وجود الإنترنت وكل شيء، والحاضر يدنس أمام أعيننا. يعني شفنا إسرائيل واش دارت في غزة، واش داروا، ويقول لك ما درناش وما كاش وغير حقيقي ومنا ومفبركة. تخيل في وقت 1800 و 1900 اللي ما كان لا إعلام لا والو. تخيلوا فرنسا واش دارت في الجزائريين، وكم من ملايين ماتوا. ملايين من الفقراء لا يملكون قوت يومهم. يعني تخيل الجزائر بكم اسمحي لي على المقاطعة ثواني بس. بكم من لتر من الدماء مسقية. أخت سارة، وأنا كي قلت لي كيف تعلمين؟ أخت سارة اسمحي لي أني قاطع. أنت لا تعيش في الجزائر. اسمحي لي أقاطعك ثواني. كنت تعيش هنا. فقدت أقسم لك بالله العلي العظيم، وأقسم بالله 3 مرات أنه لا يا ساري لا. اسمحي لي أقاطعك. منو اللي كتم سارة؟ لا حد يكتمها رحم الله والديك.
حد كتمها، لا حد كتمها من المشرفين. افتحي المايك يا ساره والسموح. اول شيء ساره رحم الله والدينك، احنا والله ما ودنا نسمع المعاناه. يعني أنا كنت أتكلم في مو بنا الفراغ، كان والله مكتوم العظيم مو انا اللي صوتي. كاتم منك، مو انا اللي تدري ليش؟ لانك كنت اناديك وما كنت تسمعين، وحد من المشرفين عطاك كتم عشان تسمعيني، لان كنت بقول لك لا يا حول ساره الله يا ربي. اسمحينا على المقاطعه اول شيء. بس على اخت كل ساره، شوف أنا اخت نقول ساره يا كلمة أخيرة فقط. اسمحي لي على أقسم بالله المقاطعه بس، العلي العظيم، اسمحي لي على وأقسم المقاطعه يا بالله ساره. العلي العظيم. بعدين تقسمين بالله العظيم، بس اسمحي لو سمحت عطني مجال بس. تمام بس ثواني. ساره رحم الله والدينك، اول شيء لازم تفهمينه ان ما في شخصنه في المواضيع، ما في شخصنه بيننا، ما في زعل، احنا نناقش افكار بعض. ثاني شيء انا اعطيتك مجال تتكلمين عن مساله الجماجم اللي محتفظه فيهم فرنسا، ومساله الشهداء رحم الله الشهداء جميعا اذا حد استشهد ورب العالمين يدري به. هذا ثاني شيء، هذا هو المجال اللي كان لازم تجاوبينه. احنا ما ودنا نسمع معاناة الجزائر. انا ادري وش سوت فرنسا في الجزائر، وادري 130 سنة من الاغتصاب والاستعمار وتجارب اسمع، الكيماوي أنت ما فهمت كلامي، الظاهر أنك ما بس فهمت كلامي. لا، لانك اخذت اكثر من الوقت. انا كان ودي الكلام اللي تفسير ليش، قلته، انا الكلام ودي اللي تفسير قلته، ليش، الكلام اللي انا قلته، ودي تفسير بخصوص الجماجم الكلام بس. اللي قلته كان عندي هدف. بس طولت الكومنت نصهم ناموا هدفي ونصهم تعلم ناموا. هدفي ماذا؟ علي قصص طولت قبل يا أخي. النوم هذه. يا طولت أخي يا أخي، هل تعلم هدفي من كلامي ماذا؟ هدفك والله العظيم هل تضليل تعلم ما سؤالي. الهدف؟ هدف تضليل سؤالي، لأن الهدف سؤالي كان عن جماجم. الهدف أني نقول لك أن الشيء اللي راني نحكيه، الشيء اللي أنا أحكيه ما قريتوش في الكتب، سمعته من جدي من جاري، بس يعني جدك مو ذاكرة رسول، حية. جدك هذه مو اللي راني رسول، نوصلها لك. جدك مو رسول. احنا ما ودنا القصص، احنا نتكلم عن مسألة الشهادة. انت تقولين ان ادري بنية جدي، علي هذا بس هو سؤال، الإشكال. سمعته من جدها قبل الاستشهاد ولا بعد؟ لا تمسخر انت الثاني، راح قبل الانترنت. الاستشهاد ما كنت لا تسمعني واش كنت نتكلم. قلنا لا أن جدي هذا ما كان الأكبر يسمع. شهيد، هذا سعودي. جدي المباشر مجاهد وليس شهيد، جدي تمام مجاهد. اخت ساره، يعني الحين بقى ممكن تعطيني مجال ناخذ مات عادي. اخذ وعطاء، ممكن تعطيني مجال نعطي الكلام بس تسمعيني. رفعي الصوت اول شيء الله يشفيك. ثاني شيء أنا اخت ساره، أنا أتكلم من ذاكرة حية وليست ذاكرة كتب. اخت ساره، احنا ما نشمت ان جدك استشهد، وما نشمت ان اي مو انسان جدي، استشهد. جدي الأكبر، جدي الأكبر. ما علينا، المهم جدك الثالث او الثاني، المهم رحم الله اللي استشهد. شوف، اللي توفى الله يرحمه، اللي توفى وضحى في سبيل بلاده الله يرحمه. النقطة كانت اعرف وش اللي عانى شعب الجزائري، اعرف ان اي بلد استعمر راح يقاوم، وهالبلد عانى، وهالبلد عانى. نضحك عليه، نضحك عليه. احنا نضحك على المسؤولين اللي يتهمون بلدان عربية ثانية، نستهزئ به، ولكن هي البلدي. يا خلينا نضحك. احنا نضحك على المسؤولين اللي يضحكون على الشعب الجزائري، المسؤولين اللي يقول لك الاقلاق شهيد وصخره شهيده، وحنا ماود حنا داعسين على فرنسا، بس فرنسا ماسكه 7000. المسؤول عنده 5 سنوات ويذهب. هذا هو المصيبه. بس الشعب مصدق السالفه، يوم تناقش جزائري يزعل. شكون قال لك؟ انت زعلانه. هل حضرت حراك الجزائر لمده سنتين؟ انت زعلانه. أي خرجت الجزائر كامله الى الشارع. شوف، احنا ما نتكلم عن متى، احنا نتكلم عن حاليا. الجزائر مهتمه حاليا، طبعا حاليا في ابو علي. بس سؤال واحد يا ابو علي، جدها كان في العشريه السوداء ولا في يا اخي انت يا حمد، هلا ما تعرف، شكلها ما تعرف الحشريه السوداء، لان ما هي صغيره في العمر اظني، في صوتها مبين. انا لست صغيره في العمر، انا عندي 38 سنه. حضرت العشريه السوداء؟ طبعا. كان عمري 5 سنوات. وش حصل في العشريه السوداء؟ في التسعينات انا عشت في العشريه السوداء. كنا نحن ننام ونسمع الارهابيين خارج يمشون. لا تقولين هالكلام، لا المصطلحات هاي. وكان كل واحد فينا، كل واحد طفل صغير ينام وتحت مخدته سكينة. انتم خايفين من منو؟ يعني ضد منو؟ انتم خايفين ضد منو؟ انتم متخبيين من منو؟ يعني العشرية السوداء ضد فرنسا ولا شو السالفة؟ فرنسا وش دخلها في العشرية السوداء؟ ما اعرف، هذا حمد اللي قال السؤال مو بنا. العشرية السوداء في فترة التسعينات. وش حصل وش ليش يسمونها؟ قلت لي ما تقوليش الكلمة. زين، بس منو هذول؟ من وين هذول اللي اعطيتهم المصطلح ذا؟ من وين؟ من جنسيتهم من اين؟ هما نفس جنسية الحاليين في سوريا وفي العراق وفي. كيف دشوا للقوة الضاربة داخل؟ بنفس الطريقة اللي دشوا بها سوريا والعراق.
إيه سوريا والعراق عنده حدود بريه، هاي غير. من اللي احنا قال ما لك عندنا ضدك؟ حدود بريه. بس عطنا، اعرف ان احنا عندنا حدود بريه. كيف؟ احنا عندنا حدود بريه. ما فهمت. وفهمك كفايه. بريه. عندك حدود بريه مع سوريا؟ شو؟ عندك حدود بريه لا مشتركه هذا مع سوريا؟ لا هذا المقصد من الموضوع ان اخي راك انت راك خارج الموضوع. لا شوف ما القصد فهمنيش كاع شنو نقول. القصد من الحدود البريه مع الدول المجاوره اللي فيها توتر، هذا هو. انت عندك دوله فيها توتر يفضل ابو مجاور. علي انها تتحدث باللغه العربيه طبعا. كي نفهمها جميعا. اي طبعا. دوله؟ اي دوله؟ لا ما نذكرش الدول. بزاف كاع. الجهه الجنوبيه. انا اشوف مالي الجهه مستقرة، الجنوبيه موريتانيا راه مستقرة، فيها ما المغرب كاينه مستقر، حروب كاع. تونس مستقر، غير ليبيا والجزائر جنوبيه. مالي ركز. مثلا. مالي مثلا. ومالي شا عندها قاعده تاع شكون؟ قاعده من توجد في مالي؟ ما ادري. قاعده عسكريه تاع لها شكون؟ مؤامره. حتى انتم عندكم ممكن. قاعده في تندوف الجنوبيه، حتى انتم عندكم قاعده. لا تندوف. جاسم تستسمح لي شوي جاسم؟ انا عندي سؤال لا لاختار. شحي، لا شحي، انا قبلك. تندوف الى يومنا هذا منطقه نزاعات. حتى انتم عندكم في تندوف دوله في داخل دوله، وعندكم قاعده ثانيه ما هو يرفعون علم دليلك؟ دوله ما ثانيه. هو دليلك ولا كلامه بس؟ لحظه بعطيك الحين الدليل. لحظه انا الساعه طلبت يعني حاجه في الخاص ولا انت نبعث لك طلبت فيها. الدليل. لحظه انتظري. نبعث لك فيها تاريخ الجزائر الذي لا تعرفه. فمعظمكم بعطيك الدليل. علي. الكل يصمت. أبو علي لا معليش لحظه، لازم يا أخي نعطيها تقول لك دليل يا تبعث اخوان، لك في لازم الخاص تعرفوا تاريخ الخاص. الجزائر، يعني تاريخ دولتهم في سطرين يا اخي. لا مو بكذا يا احمد. الكل يصمت رحم الله والدينكم، لا حد يفتح المايك. لازم نعلم الاخت يمكن ما عندها علم بالموضوع. اسمع الاخ اللي قال ان تاريخهم سطرين لماذا لم تجيبه؟ اليس هذا تطاول؟ اعطيته كتم. خلاص لا لا انا لما قلت كلام ما عجبك عن صديقك قلت لي لا تقولي، قول له لا تهين تاريخ الشعوب. قال هل تاريخك في سطرين؟ قلت له انا كتمتها، لازم الكل يسكت. وقول له لا تهين تاريخ الشعوب واحترم الدول. لا كل تهين دولة تاريخ عندها الثانية. احترامها. محمد والله العظيم انك بلوى صدق، انا اتكلم وياك. الصراحه كل الدول تحترم الا اسرائيل والا فرنسا. رحم الله والدينك. حمد لا تفتح المايك لو سمحت. حمد رحم الله والدينك. خلاص الحين البنت نعلم. تندوف رايح تجيب لي من النت؟ وين اجيب لك الحين؟ بجيب لك من خريطه. النت؟ او هل النت موثوق؟ هذا اعلام دولتك. لا عندك موثوق؟ هذا الشروق، هاي قنوات الشروق، هاي موثوق ولا مو موثوق؟ وين ودك؟ عطني لحظه. الاخ حمد جدي موثوق واشرف منك ومن كل عيلتك. لم اتكلم عن الشرف ولا تكلمت عن الثقه. حمد بنزله. حمد تحت لو سمحت. منو نزلت؟ انا نزلت منو؟ وين حمد؟ ليش ما نزل؟ اي نزل. خلاص انزل تحت، لا تغلط على الحين الاخت الكريمه رحم الله والدينك. من وين ادك المصدر اجيب لك؟ تصدقين مصادر جزائريه ولا موريتانيه ولا مغربيه ولا اماراتيه؟ زين تمام، معناته ما ودك تجاوبين. بعطيك الحين بعطيك قناة فرنسية عشان نكون في النص. فرنسية غير معتمدة. أعطيني كتب التاريخ. احنا ما ودنا نكلمك على الواقع وش جاب التاريخ للموضوع، نتكلم حاليا على 2024. والتاريخ 2024 لا تعتبر تاريخ. التاريخ يعتبر ما مر. أنا أجيب لك الآن 1000 مقالة عن أي موضوع تريده غير موثوقة. من متى يحسبون التاريخ؟ لحظة، متى يسمى التاريخ تاريخ؟ متى؟ ما هي الحقبة التي يسمى فيها التاريخ تاريخ؟ ما في جواب. تمام، بعطيك الحاصل. انت خلك من القنوات، بعطيك المباشر وتندوف وقنواتكم. الحين هاي تندوف صح؟ هاي قناتكم اساسا قناة جزائرية. وش ذا؟ ما عندكم دولة داخل دولة؟
الحين الشروط الحين راحت. منو نزلها منو؟ هي نزلت الحالة نزلت. لا ظني حد من شو اسمه، حد من المشرفين. لا مكالمة جاسم صار عنده بوز ونزلت. لا هذا الشيء اللي ما احبه صراحة. انا حد منزلها. جاسم انا عندي سؤال غريب جدا. شو اسمه، اول شيء ابو عبيده ويانا رحم الله والدينك. السلام عليكم. كم صاري؟ السلام ورحمه الله. ابو عبيده. وعليكم السلام. انت ابو عبيده الحقيقي؟ ولد عمك اللي قاعد يحارب فيه ولد عمك. احكي لنا شويه على الخداع تاع الخليجيين. احكي لنا شويه على الخداع. هذا ذكرني بمغني جزائري وش اسمه؟ مو طبلين. لا الشيخ الخامل، المغني اللي كانت ترقص له ماما. بس شوف المستوى، ترقص له ماماك. بس يا اخوي ابو عبيده شرف الاسم اول شيء. ابو عبيده وتجاب الوالده للموضوع. عيب عليك الكلام ذا. حتى تعود انت راجل. عيب عليك الكلام ذا. حتى تعود انت راجل. عشان ما كفيت تسميني. حتى تعود انت راجل. شفت هاي المصيبه، اذا جتك فرصه في الحياه استغلها يا اخوان. بعدين حتى تكون راجل. خليه يقول موريتانيا. انت عايش كيلو مرا وش كيلو مرا. شوف الحين منو اللي يتكلم مثل الحرب؟ معكم عايشين كنسة. بعطيكم نصيحه يا اخوان، اذا جيتكم فرصه لازم تثبتون رجولتكم. بعدين يسبونكم انكم مو برجال. اديها لمامك واختك. زين بعدها اديها لمامك واختك. بس هذا اللي ودك تقول تسبنا بس؟ شكرا لك. انتم وجوه سبه وشي وانتم. شكرا لك. شكرا على المشاركه. حاجه خلير. شكرا على المشاركه. شكرا لك. هذا اخلاق. ودك تقول شيء ثاني تسب؟ تعرف انت تندوف ولا تعرف تزاير ولا ينحب لك السروال انت؟ اعرف حتى حاسي مسعود، واعرف الطوابير اللي يمسكونها الساعه الصبح، واعرف مطار حاسي مسعود، واعرف فيلاج والله يبعتوك بالكرش. اعرف فيلاج الجزر، واعرف ام حسن، واعرف ابو حسن، واعرف اخوان حسن، واعرف هيثم، واعرف شارع 13. خليني اجاوبك. واعرف فندق الشيراتون. خليني اجاوبك على. واعرف ايمن اللي يجيب البلاوي. خليني اجاوبك. واعرف محلات التاكوس اللي بوهران كلياتها. واعرف محلات التاكوس في الميكرو. واعرف محلات التاكوس كلها اللي بوهران. فاهمني كيف؟ واعرف شارع 12. واعرف شو اسمه هذا اللي كان يجيب لنا البلاوي في استغفر الله. واعرف موريتانيا. اعرف ايمن. ايش موريتانيا؟ انت الثاني بعد يوم دمرتهم بعد موريتانيا بالطاء والتاء. طيب خلينا نتكلم بس كلمه. بس لا تحط حرف الطاء عند رئيس الجزائر وحرف التاء عند موريتانيا رحم الله. لا تخلط بين المواضيع. تفضل. اشكاليه. احنا بس اشكاليه الان سبحان الله البث عندك واصل حوالي يمكن 400 كان يوصل ل 1000. 600 موجود. 600 الان. ما عندنا اشكاليه في الامور هذه. بس الاخوه الجزائريين يعني ما قصروا على السعوديه، على كلامهم على السعوديه والامارات فقط كدول عربيه وقائده للشرق الاوسط وكالعالم ككل. للاسف احنا نشوف التطاول الكثير اللي حدث على حكامنا في السعوديه، سواء في السعوديه او في الامارات. اول شيء اسمح لي على المقاطعه اخوان، التشير للبث، متابعه للحساب، متابعه للمدمر والمدمرهم والجميع، مشاركه للبث، مشاركه على السريع قبل لا ينزل البث. تفضل. احنا للاسف اللي نشوفه الان يعني شوف يعني الكوره يعني تركوا كل شيء عن القضيه الفلسطينيه، ولا فتحوا بثوث اليوم ابدا، ولا بث جزائري فاتح اليوم. كل اصحاب البثوث عندك موجودين الان. تخيل كلهم اعرفهم شخصا للاسف. يعني الواحد يشكر موريتانيا، دولة موريتانيا على فوزها العريض اليوم يعني 1-0. ويا ريت تحط منتخب الجزائر اللي لعب اليوم، صورة منتخب الجزائر. يعرف الناس مع من حشرنا الله في الجوار. كنا نريد أن يعرف الناس النوايا الحقيقية لمن هم يساكنوننا ويجاورون. اخترق البث يا اخوان، حد مغربي مخترق البث. هذا صوت الملك محمد السادس. لا مو بنا.
عبالي انت المشغل. مو بنا حد تكبيس يا اخوان، حد مخترق البث. لا مو مخترق، انا بعلمك طريقتهم كيف، لان جوالات صينيه، الجوالات الصينيه لما تنزل برنامج خاص الزبده يا مدمر، يدخل عليك. الزبده يا مدمر. شو اسمه؟ التكبيس يا اخوان، حد اخترق البث يا اخوان. تكبيس رحم الله والدينكم، تكبيس رحم الله والدينكم، تكبيسات فجروا ما تكبيسات، وعلامات التيك توك رحم الله والدينكم، علامات التيك توك. حد مخترق ان البث يا اخوان، حد مخترق ان البث يا اخوان رحم الله والدينكم. والله يا ابو علي ما يعرفون لا يخترقون ولا يعرفون يسوون شيء يا ابن الحلال، ما قدروا يخترقون موريتانيا عشان يخترقون صوت الملك المغربي